ممكن تتفضل يا دكتور. اتفضل. متى كرام الحي عيني تراكم، سقاني الغرام كأسا من الحب صافيا، أمر على الأبواب من غير حاجة، لعلي أراكم أو أرى من يراكم. سقاني الغرام سقاني الهوى، سقاني الغرام سقاني الهوى، كأسا من الحب صافيا، يا ليته يا ليته يا ليته لما سقاني سقاكم، لما سقاني سقاكم. استاذ يعني اتفضل. دكتور بعد اذن الدكتور، بعد اذن الدكتور انا حننتج لها. انت كده دخلت التاريخ. استاذ وليد الاميري هينتج لك باذن الله، ودي فرصه حلوه جدا ليك تظهر فيها مواهبك. مش معنى انك اترفضت او تقلل منك من عضو من اعضاء اللجنه يبقى اعضاء اللجنه التانيين مش معاك. بعد اذنك يا استاذه، معالي الشيخ وليد، بعد اذن حضرتك اتفضل. الاستاذ لو انت انتجت له حاجه خلاص قولا واحدا قطيعه بيني وبينك على مدار حياتنا يا دكتور قولا واحدا، وما بينك وما بينه. ما انا ما فيش معرفه شخصيه، لكن انت ما توصلنيش لمرحله الاحراج بالشكل دوت وتقول لي انا بنتج. انا بقول لك عايز شخصيه. الله تستهني بيا، مستهزئ بيا وبوعيا. لا يا دكتور هو لا عاجبه. لا 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 خلي هذا شغل برا الموضوع. يعني عاجبه هذا شغل برا الموضوع. هو شايف في حاجه برا حضرتك مش الصراحه شايفها. وبرا اي حاجه. خده يا بيه معلش يا دكتور علي بعد اذنك لو سمحت يا دكتور. قولا واحدا معلش يعني الامر انتهى. يعني بالنسبه لي انا كل التقدير والاحترام ليك يا دكتور بعد اذنك، يعني معلش. طب نرجع للمليون جنيه. طب نرجع بقى المسابقه بتاعت ستار تيكر. المسابقه دي حاجه على جنب من حضرتك، يعني ده كرم اخلاق منك، بتجبر بخاطره، مش عايزه يمشي زعلان، تمام. بس نرجع بقى لستار ميكر ونقول مين هو النجم اللي هياخد المليون جنيه النهارده، واللي الشركه بتاعت ستار تيكر هتنتج له البوم. رأي الكنترول كام من 10؟ عندي حاجه ثانيه تقوليها قبل ما نختم؟ انا نسيت.